لو بتذاكر ألماني من شهور ومفيش نتيجة ولسه مش عارف تتكلم أو كل شوية بتبدأ وتوقف تبدأ وتوقف، يبقى المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة اللي بتذاكر بيها. هناخد النهاردة طريقة جديدة تذاكر بيها اسمها 3 في 1. طريقة سهلة وبسيطة وتخليك تبدأ ألماني صح من الصفر، بس ركز معايا. لو انت لسه مبتدئ ألماني من الأول خالص، فأهم حاجة عندك القراءة. ده أول حاجة بتبدأ بيها ألماني. انت لو قرأت ألماني الدنيا بعد كده سهلة معاك في أي حاجة. ركز على مقاطع الحروف، ركز على الحروف الأملاوت اللي هي و الحروف دي بتفرق معاك جدا. الإيش الخفيفة والإيش تقيلة عشان تعرف تنطق ألماني صح. وحاول تسمع قبل ما تنطق. اسمع الكلمة وحاول تكررها. إضافة تانية، اي لغة بتتعلمها حاول ما تحفظش الكلمات لوحدها، احفظ جمل جاهزة. دي على فكرة هتضم لك قواعد، هتضم لك ازاي تتكلم ازاي تسمع. الجمل الجاهزة لما تحفظها وتكررها وتعرف تنطقها بتوفر عليك مجهود كبير جدا. بتلاقي نفسك انت لو عندك 10 جمل مثلا، هتلاقي نفسك انت بتقول 10 جمل، فانت بتحس نفسك انت فعلا بتتكلم ألماني. انما انت لو حافظ كلمات بس هتلاقي نفسك مش عارف تحطها في جمل، الدنيا تبقى صعبة معاك. فحاول تحفظ جمل على بعضها تخلي الدنيا اسهل معاك شويه. لاني خلينا نقول مثلا لو انت في مستوى الاينس او لاتفاي وحافظ مثلا 70 100 جمله، ال 100 جمله دول لو انت حافظهم وحاططهم في اي موقف واتكلمت بيهم، انت هتلاقي نفسك فعلا بتتكلم الماني. ده هيخلي عندك رغبه في انك تكمل وتتعلم اكتر. انما انت لما تبقى في الاينس او لاتفاي وحافظ افعال بس او كلمات بس ومش عارف تحطها في جمل، هتلاقي الدنيا صعبه معاك وهتلاقي ما عندكش رغبه في انك تكمل. طب نرجع لموضوعنا المهم، ايه هي خطة 3 في 1 دي؟ 3 في 1 دي بص، خطة بتضم لك كتابة وقراءة وتحدث في نفس الوقت. طب ازاي؟ هات مثلا 10 جمل واكتبهم اكتر من مرة، يعني نقلهم كده اكنك بتشوفهم اكتر 3 مرات. مثلا في المرة الرابعة حاول تكتبهم من غير ما تبص عليهم. هتلاقي نفسك لو كتبتهم وعرفت تكتبهم صح، هتلاقي نفسك انت بتقدر تكتبهم وتقدر تقرأهم كويس، تقدر كمان تتكلمهم. فانت كده استفدت 3 حاجات في حاجة واحدة، انك كتبتهم بس انت قدرت تنطقهم، بعد كده قدرت تقرأهم كويس. فحاول تركز على الحتة دي، هتفيدك جدا والله. وفي عندنا برضو الهوغن على فكرة ناس كتير لما حد يقول لهم اسمع، بيروح مثلا يسمع مقطع مثلا 2 أو 3 دقايق او فيديو ايا كان، وبعد ما يخلص الفيديو لك انا مش فاهم حاجة. انت طبيعي مش تبقى فاهم حاجة لان انت اول مرة تسمع الفيديو او انت لسه تسمع لغة جديدة. فالحل الوحيد انك تكرر الفيديو، قرر الفيديو لحد ما تفهمه كله. متطلعش الفيديو الا وانت فاهم كل كلمة فعلا اتقالت فيه. لو مش مترجم، ترجم الكلام، حاول تفهمه وافضل ورا الفيديو لحد او ايا كان اوديو او اي حاجة من دول لحد ما تطلع منه انت فعلا فاهم كل كلمة اتقالت فيه. هتيجي بعد كده انت الكلام ده لما تكرره تقدر تقوله. يعني خلينا نسي مثلا ايش هايسي احمد حسن، لما تسمع في فيديو يقول ايش هايسي مثلا، فانت سمعتها هتقدر تكررها بعد كده، تقدر تقولها. تاني حاجة معانا جدول المذاكرة. حاول تجدول نفسك وقت للمذاكرة. ازاي؟ يعني مثلا انت هنقول هتذاكر 4 ساعات النهاردة او 2 ساعات او لو حتى 1 ساعة. حاول تقسم الساعة دي على 4 أجزاء، على الاستماع والقراءة والتحدث والكتابة. ما تديش وقتك كله مثلا للجرامر او تدي وقتك كله بس للقراءة. حاول تقسم الوقت بتاعك على ال4 حاجات دول. نقول مثلا ربع ساعة انت حاول تسمع، خلينا مثلا نقول فيديو مثلا 2 أو 3 دقايق، اسمعه وقرره لحد ما تفهمه كله. بعد كده اكتب جمل، حاول تكتب جمل كاملة على بعضها زي ما قلنا، ما تكتبش كلمات بس او افعال بس، اكتب جمل عشان تثبت في دماغك. بعد كده حاول تقرأ تكست صغير. حاول بعد كده تتكلم اللي انت استفدت بيه النهاردة. جمع انت استفدت مثلا بجملتين 3 حتى لو جملة واحدة، حاول تنطقها، حاول تكررها عشان تطلع من الوقت ده انت فعلا مستفاد بحاجة. وخليك مقتنع ومتأكد ان انت مش هتتكلم من اول مرة ألماني بيرفكت، لا انت لازم تكرر وتعيد وتغلط مرة و2 و3 عشان تقدر تتكلم ألماني صح. فزي ما قلت لك امشي على الخطوات دي وهتلاقي نفسك فعلا مستفاد. لو عايز تعلم ألماني صح مش بسرعة لكن بثبات، امشي على الخطة دي 3 في 1. ولو وصلت لحد هنا متنساش تصلي على النبي كتير جدا وتعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس. ولو مهتم بتعليم اللغة الألمانية ابعت رسالة. سلام.